احنا هنتكلم النهاردة على موضوع كده يكاد يكون نادرا ما يحدث، ان ممكن الزبون يخش عند السائغ وعجبته حتة شغل معين، فطبعا السائغ خد حتة الشغل ووراها للزبون وعجبته ومشى الامور خالص والعملية انتهت تماما، والسائغ كتب الفاتورة. حتة الشغل دي مثلا كانت عيار 18 والسائغ كتبها عيار 21. السائغ كتب عيار 21، لكن هل هو درب حتة الشغل دي على إنها عيار 21؟ لو هو دربها على إنها عيار 21 وبعد كده الزبون اكتشف إنها عيار 18، لا، بيرجع للسائغ بيقول له اتفضل دي عيار 18 وحضرتك دربتها على عيار 18، فعادي جدا 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 بيديله الفرق أو بيصلح له الفاتورة أو دي حاجة عادية جدا ممكن تحصل، بس هي نادرا 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 نادرا. يعني اقول لك مثلا 1 في 1000 ان دي ممكن تحصل، او يمكن ازيد من 1000 كمان، مش 1%، لا 1 في 1000 او 1 في 10,000 ان تحصل الغلطه دي. ليه؟ السائغ النهارده عنده محاسب وراه، السائغ النهارده عنده كمبيوتر معروف ان حته الشغل دي بالرقم ده عيار 18 ولا عيار 21، فدي هتبقى بصي من النوادر انها تحصل. لكن لو حصل وافترضنا انها حصل لمصلحه الزبون انه يرجع تاني للسائغ ويقول له انا خدت منك او انت حسبتني على عيار 21 ومثلا الخاتم ده عيار 18، على طول السائغ على طول اوتوماتيك، من غير بياخد تاني الشغل تاني منه ويراجع ميزانه مظبوط تمام، هي دي حته الشغل اللي هو باعها له، وبيطلع له فاتوره جديده بعيار 18 واذا كان ليه فرق بيته. نفس الكلام لو العكس. طيب انا بقى خدت من السائغ الفاتوره ومشيت، وهو كتب لي فعلا، هو كتب انا اشتريت منه عيار 18 وحسبته على عيار 18، هو كتب عيار 21، يبقى انا وانا في مكان بعيد. دي بقى اسوأ الافتراضات اللي مش ممكن تحصل، لكن هنقول انها حصل. هنعمل ايه هنا؟ انا بتصل بالصيغه، رقم التليفون موجود على الفاتوره، اتصل بيه، الو مساء الخير كذا كذا، طب انا خدت منك الدبل عيار 18 وحسبتك على عيار 18 بس انت كتبت لي في الفاتوره عيار 21. على طول الصيغ، هو طبعا احنا بنطلع الفاتوره من اصل وصوره، بيرجع للصورة بسرعة ويلاقيها فعلا مكتوب عيار 21، هو بيصلح بيكتب ملحوظة ان دي عيار 18 وتم الاتصال من الزبون عشان لو الزبون اتصل بيه تاني وهو بيبيع الدبلة في حتة تانية فالسائغ يرجع للفاتورة ويقول له لا دي عيار 18 مش عيار 21. وبكده بتبقى الامور سهلة، رغم ان ده صعب انه يحصل، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا.